السلام عليكم. معاكم نور وإعادة تدوير جديدة. عندك إزازة متوفرة عندك وشكلها حلو عجبك وعايز تعملي لها إعادة تدوير، هاتيها. أو عندك البخاخة ديت باظت، هاتي الجزء اللي تحت منها وتعالي نعمل لها إعادة تدوير. شوفي الفكرة اللي أنا هعمل بيها إعادة تدوير. أنا هستخدم فيها حاجتين: مسدد الشمع والسبراي. المسدد الشمع هنشوف دلوقتي هستخدمه ليه. السبراي هرش طبعا ال الازازه من بره، بس بعد ما اعمل فكره بسيطه كده بالمسدس الشمع هتشوفوها معايا دلوقتي. انا كنت نسيت وابتديت ارش، بعد كده افتكرت ان انا هعمل حاجه تانية، مش هعمل كده، مش هرش على طول. ايه بقى اللي انا هعمله عشان اخفي معالم الازازه وما تبانش ان هي ازازه بلاستيك؟ هاجي بقى اخد المسدس الشمع وعلى البوز بتاع الازازه اللي فوق دوت، وهبتدي امحي ملامحه بالمسدس الشمع زي ما انتم شايفين كده. هفضل اعمل بشكل عشوائي كده، هعمل الخطوط بالطول. واهم حاجه اللي انا داري الجزء بتاع الازازه من فوق ما يبانش اللي هو ده البوز بتاع الازازه. وهنزل كده بخطوط طويله لتحت علشان برضو ايه تبقى الازازه فيها منها الاشكال ديت، يعني ما يبقاش فوق بس يبقى في حاجه مختلفه غريبه. لا، هنزل ايه على بسيط على الازازه من تحت. برضو بعد ما اخلص من فوق هنزل ايه زي ما انتم شايفين كده، انزل على تحت على خفيف. لكن من فوق هيبقى الايه الاكتريه كده بشكل عشوائي كده كتير، علشان امحي معالم البوز بتاع الازازه من فوق. تمام كده. وهنا ابتدت توضح شويه نوعا ما، بس لما تنتهي خالص هيبقى الشكل هيبقى واضح اكتر من كده. لو عندك جوانتي وانت بتعملي يا ريت تحطيه عشان ايديكي ما تبصي وانت بترشي الازازه يعني. هسيبها بقى تنشف وارجع بقى نشوف هنحط فيها ايه. كده شكلها نشف، بصوا شكلها من قريب استحالة تبان اللي هي كانت ازازة وانا عملتها كده. شكلها اتغير تماما. كنت هحط فيها الشكل ده، بعد كده لقيته لا، فضي مع فضي مش شكله، او ما كانش عايز الشكل ده بالظبط في الفضي، او شكله قديم مش حلو. فقلت بقى اخد الزرع البيج ده احطه يكسر اللون الازازه الفضي ده، والاتنين مع بعض ادوا شكل حلو. بصوا المنظر. بس كده ده المنظر والشكل في النهايه. ودي مش كانتش اول مره اعمل فيها اعاده تدوير الازازه عندي. زي ما انتم شايفين كده الصوره ديت لازازتين كانوا عندي ازاز، شكلهم كان عاجبني، عملت لهم اعاده تدوير. بس ما حطيتش فيهم زرع، ما عملتلهمش فازه، لا انا عملتهم بتاعي شيله شموع زي ما انتم شايفين كده. بصوا الشكل عامل ازاي. برضو رشتهم بالسبراي، بس قبل ما ارشهم بالسبراي عملت الشمع باشكال عشوائيه ونقط كده صغيره محببه. وبعد كده رشيتهم بالسبراي زي ما انتم شايفين كده، عاملين خطوط ونقط وزجزاج عاملاه في الازازه زي ما انتم شايفين كده، هو زجزاجات عشوائيه برضو. وبعد كده رشيتهم بالسبراي ورشيت الشمع كمان بالسبراي الذهبي، ورحت حطيتهم من فوق. بس كده بقت شيالة الشموع بطريقه حلوه ولذيذه. يعني دي فكره غير الفازه ديت. ففي كذا فكره للازايز اعاده تدويرهم غير اللي هو تحولوا الفازه. لا، ممكن كمان نحولهم لشايلة شموع. وممكن كمان فكرة تانية هوريها لكم دلوقتي كمان في صورة هحطها. والفيديوهات دي كلها موجودة عندي على القناة، لو عجبتكم اي فكرة من الفيديوهات ديت شوفوها. بصوا جبت ازازة برضو كان شكلها حلو، مش محتاجة ان انا اعملها ديكور ولا محتاجة ارشها، هي شكلها حلو. المهم رحت حطيت جواها فرع الزينة اللي بيلمع ده. وبعد كده حطيت عيدان الشيش تاووك وحطيت فيهم نجوم كانت عندي، لزقتهم في عيدان الشيش تاووك وبس كده. وطلعت فرع الزينة شوية من بره كده، وخلاص بقت برضو المنظر ده.
اي ازازه عندك في البيت تعجبك هاتيها، وليها اعاده تدوير بشكل مختلف، تقدري تعمليها بزرع او فازه او شايله شموع. وفي افكار تانية كتير لسه هنزلها في القناه، فلو في اي فكره من دول عجبتكم ممكن تقدروا تشوفوها في فيديوهات قبل كده منزلاها عندي على القناه، تقدروا ترجعوا ليها. وشوفوا الفيديوهات اللي في القناه ان شاء الله تعجبكم، افكار واعاده تدوير ان شاء الله تعجبكم. ولو الفيديو ده عجبكم يا ريت ما تنسونوش بلايك وكومنت برايكم فيه، وما تنسونوش بالاشتراك في القناه لو عجبتكم القناه، من اعاده التدوير اللي بعملها. وزيني بيتك بايدك، واستفادي بالحاجات اللي هترميها. سلام.